ومحاولاته الأخيرة للظهور من جديد على الساحة العربية والدولية، وذلك من خلال المشاركة بعدد كبير من الجنود في القوى العربية المشتركة. نتابع التقرير التالي لمجد بن عربية. مشروع إنشاء قوة عربية مشتركة متكونة من قوة جوية برية وبحرية بمشاركة العديد من الدول العربية من بينها المغرب التي أصبحت تحاول البروز من جديد على الساحة الدولية. فبحسب مصادر إعلامية فإن الرباط سيقوم بالمساهمة بعدد كبير من الجنود في القوة العربية المنتظرة، على الرغم من أن العملية لا تحسم بالكم وإنما بالنوع. لأنه المسألة هنا هي ليست مسألة المشاركة العددية أو الكمية، وهذا هو الخطأ الذي نقع فيه دائما في منظومتنا العربية، أننا نبحث عن الكم ولا نبحث عن الكيف. يعني من المفروض أن نتوجه نحو معالجة قضايانا وتحديد المفاهيم وتحديد الأولويات لترتيب البيت العربي، وكذلك نشر ثقافة المصالحة العربية وتغليب مصلحة الشعوب العربية على مصلحة الزعامات والصراعات. مناورات وتحركات المملكة المغربية مؤخرا على صعيد العديد من القضايا العربية الشائكة ومحاولة إقحام قواتها في عديد العمليات العسكرية يندرج ضمن سياق العمل على استعادة الريادة والتموقع على المستوى العربي الذي يتخبط في عديد الأزمات. هي محاولة لاستعادة الأمجاد ولاستعادة المكانة التي ربما فقدت في وقت من الأوقات. هي محاولة ربما استعراضية بأن هنالك قوة تمتلكها المملكة المغربية وتستطيع أن تشارك في إطار المنظومة العربية، وأنها موجودة وأنها ضمن الدول الأوائل التي ترحب بهذا المقترح. اللعب على وتر القضايا العربية الحساسة والعمل على كسب الدعم العربي والإقليمي فرصة يراوغ من خلالها نظام المخزن لإثبات قوته ونجاعة سياسته في حل الكثير من المشاكل. حقرونا وش دار الاتحاد الأوروبي؟ غلق علينا اقتصاديا. اليوم راهو يتحاور ويحب يتحاور ويدير مناطق حرة للتبادل التجاري. أيوة. في كل من مصر، المغرب، تونس والأردن، واستثناء الجزائر. لماذا؟ عدم الاستقرار. لا، مش قضية استقرار، مش قضية استقرار. الاستقرار اخي كريم، الاعمار بيد الله. شوف، الاعمار بيد الله. الاستقرار هو كان حلا جيدا. بغات فرنسا تستحوذ، وكأن الجزائر ما زالت مستعمرة لفرنسا، بغات تستحوذ على الخيرات. يؤسفني أن أقول أنني لست فخورا بأن أكون جزائريا، وأنا أعرف بأن 1000 دينار يجيبوا لكم 30 درهم. لا، ما حد ما يعطينا طريحة لا في 63 ولا في 99. حد ما يعطينا طريحة. شوف لي زارين هكا وانا قال هاوك السبع روح قتلو. الا قتلت السبع تصفقوا عليا، ولا السبع كلاني تصفقوا على السبع. قولوا وانا كيفاش نثق فيكم باش تمشوا معايا؟ انا كيفاش نثق فيكم باش تمشوا معايا؟ باغيني ندير ثوره وحدي. البلاد. جريدة ليبرتي قالت الرباط تخطط لإفشال مبادرة الجزائر في ليبيا. وقالت ليبرتي في الوقت الذي تسعى فيه الجزائر لإيجاد حل سياسي في ليبيا، وهذا بعد المشاورات الكثيفة واللقاءات المختلفة مع وزراء ورؤساء البلدان، هذا من أجل إخماد نار الفتنة في ليبيا. تحاول المغرب عند استقبالها للوفد الليبي التشويش على مبادرة الجزائر الخاصة في ظل التألق الدبلوماسي الجزائري. هذا واش خصكم؟ الناس راهي جيعانه، ماشي صايبه واش تاكل. البطاطا وصلت 10,000 في العاصمه، وكي تسمع بها 10,000 في العاصمه معناتها في تندوف وطامنه وسط وبوش باجي مختار راهي 25,000. وانت يا شوف هذا واش خصكم. الفجر نقرأ الرباط تبث الوسواس وسط الماليين وتصف الجزائر بالوسيط الانتهازي. أما
كشف رئيس اللجنة الوطنية لممثلي أسواق الجملة للخضر والفواكه مجبر محمد أمس عن أزمة في التموين بمادة البطاطا خلال شهر أفريل المقبل بسبب ما أسماه بالنقص المسجل في البذور خلال موسم البذر. وقال المتحدث في معرض تصريحاته أن الجهة الوصية قامت باستيراد 55 ألف طن بدل 120 ألف طن التي تلبي احتياجات الفلاحين. كما أرجع ذات المتحدث النقص في الإنتاج إلى تأخر الفلاحين في زرع البطاطا التي سيتم مع بداية فصل الربيع. كسبنا باستراتيجية. أستاذ دان، شوفوا معرض الصحافة الدولية عندنا منزل مهدد. أستاذ دان، حبيت نأخذ رأيك في اتفاق السلام اللي كان الجزائر الآن ترعاه وربما ما زالت ترعاه. الأزواد رفضت التوقيع. من وجهة نظرك كرجل سياسي أستاذ دان، كيفاش حتى الأزواد يوقعون هذا اتفاق السلام؟ أنا أعتقد أنه من المهم مرافقة المبادرة الجزائرية بأشكال سياسية ثقافية تنموية، بأشكال دينية دعوية، بأشكال من المجتمع المدني، لأن مالي امتدادها الثقافي مربوط بالجزائر ومربوط يعني بموريتانيا، عمقنا الاستراتيجي. وأعتقد أن المغرب سوف لن يسمح لنا بمثل هذه النجاحات. المغرب يهاجم الدبلوماسية الجزائرية ويحاول أن يكسر كل مبادراتها، والمغرب يعلن علينا في كثير من الأحيان عملية التضييق، ونتمنى أن الدبلوماسية الجزائرية تكون في المستوى. الأزواد، نحن العام الماضي اتصلنا ببعض مكونات في حركة البناء الوطني، بعض مكونات المنظومة المالية، ووجدنا بعض التجاوب من خلال خطابنا، من خلال علاقاتنا. أعتقد أن هناك دور للدبلوماسية الشعبية ودور للدبلوماسية الحزبية يمكن أن تستفيد منه الجزائر وتستوعب مالي، لأن مالي شقيقة لا ينبغي أن نتركها في أيدي. شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد الدان على حضورك معنا. فالبطاطا هي التي تستأثر باهتمامهم، حتى بات لها على صفحات الفيسبوك حزبا ووزارة وأغاني خاصة بها تتحسر عليها وعلى غيابها عن موائدهم. قالوا لي على كل اتفاق يا انا البطاطس اللي في الدار شكارة صغيرة خلصها غالية. كشف أمس البروفيسور مصطفى خياط رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة ودعم البحث فورم عن ارتفاع عدد المواليد غير الشرعيين بالجزائر إلى 5000 مولود سنويا، وذلك من بين 700 ألف حالة ولادة بالجزائر. وحذر مصطفى خياط أمس خلال نزوله ضيفا على منتدى جريدة الوسط من انتشار هذه الظاهرة الغريبة، مشيرا إلى أن 5000 طفل غير شرعي هو رقم مخيف، واضحا في نفس الوقت أن عدد المواليد بالجزائر عرف ارتفاعا في السنوات الأخيرة يعني كما قلت لك الامور واضحه. لما اولا بوتفليقه ما عندوش استراتيجيه وما عندوش توزيع، لما جاب عقليه هذاك اللي يحب ينتقم من الجزائر. بوتفليقه عنده عقده من الجزائر لانه ما خلفش بوم 72 وبالتالي جاي ينتقم من الشعب ومن جيش الشعب. بوتفليقه عنده عقده من المغرب لانه يحب ينتقم من المغرب، لانه المغرب ما قبلوش كشرطي لانه كانوا يخصوه 2 سنتيمتر لما حب يدخل الشرطه المغربيه سنه 57. بوتفليقه عنده عقد كثيره، واللي راهم دايرين به معقدين اكثر منه، وهذا يعني من جهه شخصيه خلينا منه. الشان الاقتصادي الان، حيث اكدت اخر الارقام الصادره عن الديوان الوطني للاحصائيات ان اسعار الاستهلاك في الجزائر قد عرفت مؤخرا ارتفاعا خلال شهر اجان مقارنه بشهر ديسمبر من السنه الفارطه، وهذا بسبب تذبذب أسعار الدينار. الخوان الخاين تاع البلدية جابوا هنا صورني كون نعطيك كلمة. صورني كون نعطيك كلمة.
ما كان لا ديمقراطيه ولا هم يسالون، ما كان حتى ديمقراطيه. قطر مملكه والكويت مملكه، ولكن كاين توزيع عادل للثروه، كاين جبهه اجتماعيه هادئه، وكل الامور استتبت. نحن ما نحوسوش على الكرسي، احنا نحوسوا على ناس تعيش مليح في وطنها. الجزائر هذه راهي قاره، وقطر هذه راهي كما الحبه في الظهر. راك تشوف قطر وراي وحنا ورانا، احنا رانا مازالت الناس تروح للزوبيه تاكل من الزوبيه حاشاكم، ومازالت الناس تروح باش تداوي في السبيطار يرقدوا ثلاثه في سرير واحد، ويهضر لي على التنميه ويهضر لي على بنيه تحتيه. اين البنيه التحتيه يا استاذ؟ على كل اليوم 600 مليار دولار راح تابع المنفعه. ومن سوق المال إلى قطاع المحروقات، حيث تراجعت أسعار سلة خامة منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك إلى 58.65 دولارا للبرميل. وأعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط اليوم أن سعر سلة خاماتها 12 ومنها مزيج صحاري بلاند الجزائري تراجع يوم الجمعة الماضي بواقع 1.85 دولارا ليستقر عند مستوى 58.65 دولارا للبرميل مقابل 60.50 دولارا الخميس الماضية. 100,000 جزائري هاجروا في السنوات الماضية الأخيرة. في السنوات الأخيرة. ولماذا لا تسأل هذه رغبة عند الجزائر يحبوا يهاجروا. كاين 50,000 راحوا لإسرائيل، وما بقاوش في الجزائر. راحوا إلى إسرائيل. تعرف شنو هي إسرائيل؟ وقبلوا ان يكونوا في اسرائيل. ما نعرفش باللي دوله اسمها اسرائيل. لا كاين راحوا للكيان الصهيوني بعد حصلتهم التطبيع. ربما كانوا مجاهدين في فلسطين. الكيان الصهيوني ورفضوا ان يبقوا في بلدهم. تعرف علاش؟ وتعرف الحراق علاش يقطع بطاقه التعريف والباسبور الجزائري؟ لانه لا يحس بكرامه هذا الوطن. لا. هذه هي المشكله. لا أستاذ، هذه يعني مستعد ان يهان 1000 مره في الخارج ولا أن يتحمل حكرة أهل البلد. وانت اللي كنت تقول لي بوتفليقة اليوم رئيس الحكومة التونسي مهدي جمعة الذي قدم له تهانيه بمناسبة كان اللي هي من برصت قضية الساحة الغربية، وبومدين كان الله يرحمه طلب من قاسم مرباح الله يرحمه ثاني، كان ذاك الوقت مدير الأمن العسكري، قال له يلزمكم تشوفوا تكونوا لنا النواة العسكرية الأولى لبوليزاريو. لما اطلع بهم بأنه في البداية بوليزاريو كانت متبنيتها ليبيا وليس الجزائر. نعم. فجنرال ترتاق كان ملازم أول ذاك الوقت، وتم تعيينه هو من المشرفين على تدريب النواة الأولى لبوليزاريو في الناحية العسكرية الثالثة في بشار. ومن بعد